يعني ينفع كده الكشري بتاعنا يتمرمط المرمطه دي كلها قدامكم وانتوا قاعدين تتفرجوا؟ I guess ان هو كان هيبقى احلى لو كلنا كل حاجه لوحدها، زي ما انتوا شايفين ما عجبنيش خالص والطبق زي ما هو. لان حتى الرزات كانت تحت خالص. الناس كلها تطلع ترند على قفا الغلبان ده اللي يبقى نجم، واللي تخلي الدقه بقت جارليك صوص، والبصل المحمر بقى كارملايزد اونيون، والحمص بقى يلو بولز، والصلصه يبقى اسمها توميتو صوص. كل ده بيحصل والراجل ساكت. يعني هو الكشري مالوش نفس يطلع ترند هو كمان؟ ما تزعلش، انا هطلعك ترند. اركن انت كده، انا ما كنتش عايزه افاجئكم، بس ايه رايكم بقى ان الكشري ما طلعش مصري؟ يا عم اتقل بقى، انت مش عايز تطلع ترند. ايوه، الكشري مش اصله مصري، اصله هندي. اول واحد اتكلم عنه كان الرحاله ابن بطوطه في كتابه تحفه النظار في غرائب الامصار وعجائب الاصفار، وقال ان هو لما كان في الهند شافهم بياكلوا اكله مكونه من العدس والرز بس، وبيسموها كيتشدي، يعني رز مع حاجات تانية. اتنقلت بعد كده الاكله دي لمصر بعد الحرب العالميه الاولى، لما الهنود جم مصر مع الانجليز اثناء الاحتلال البريطاني على مصر. الهنود نشروا الاكله دي في اسكندريه، وعلشان كده حتى تلاقي ان الكشري الاسكندراني معمول من الرز والعدس الاصفر بس. مين بقى كان قاعد في اسكندريه وقتها؟ الجاليه الايطاليه اللي داقوا الاكله دي وحبوها جدا، قاموا ضايفين عليها اكتر حاجه هم مشهورين بيها، المكرونه. المصريين يسكتوا؟ لا يمكن، راحوا حاطين هم كمان التاتش بتاعهم، الصلصه والدقه والبصل المحمر، بقى كشري. ايه رايك بقى يا عم؟ تيجي نعلي الترند اكتر؟ هو ينفع؟ طبعا. بعد الروايه دي في ناس تانية طلعت قالت لك لا، الكشري تاريخه من ايام المصريين القدماء، عندهم كانوا بياكلوه بعدس وحمص وبصل، ما كانوش لسه يعرفوا الرز. اما عرفوه بقى في مرحله تانية بعدين دخلوه معاهم. ان اصل كلمه كشري متاخده من الكلمه المصريه القديمه كشار، بمعنى طعام الالهه. وفي ناس تانية ربطت بين اسم الكشري واكل اليهود، لان اكل اليهود الحلال اسمه كشار او كشار، واللي بيقال ان كلمه كشري متاخده منها، بس مؤرخين كتير قالوا ان الكلام ده غلط. يوم يطلع ناس تانية خالص ويقول لك ان الكشري كلمه فرنساوي. وقت الحمله الفرنسيه على مصر الفرنساويين اكلوا الاكله دي وعجبتهم جدا، بس ما كانوش يعرفوا اسمها ايه، فسموها ريكاشيه، عن الرز المخفي. ريكاشيه اتحرفت له كشري. ايه رايك بقى يا عم في الخناقه اللي عملتها لك بين الدول عليك دي؟ انا كده هبقى ترند؟ طبعا. مش عملت قلق يبقى هتطلع.